انت لسه مفشكله خطوبتك او خارجه من العلاقه، طبعا طبيعي بعد الموضوع ده بتزعلي وتقعدي تعيطي وتبعدي عن كل الناس وتحسي ان الدنيا سودة في وشك. هقول لك ازاي تخرجي بسرعه من الموضوع. اول حاجه اقولها لك هقول لك انسيه. عارف ردك هتقولي ما اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، بس انشفي كده وركزي معايا في الخطوات دي وان شاء الله هتدعي لي. اول خطوه تعمليها شحاتي كل الهدايا اللي هو جابها لك، واي حاجه مميزه كانت بينكم حاولي تلغيها. ارمي كل اللي فات ورا ظهرك. الخطوه الثانيه فهمي الوضع الجديد اللي انت فيه واعرفي ان في تغيير، لا تهربي. اعرفي ان الحياه هنعيشها مره واحده بس، والله العظيم ربك ما هيجيب الا الخير. خلي عندك ثقه في نفسك اكتر، واقسم بالله ما حدش بيموت من الحب. ثالث خطوه ابعدي عن كل الصحاب المشتركين بينكم وانتوا الاثنين على الاقل الفتره دي. مش كل شويه يقعدوا يتكلموا ده فلان خطب ده فلان عمل ده اتوظف ده اترفد. كتر المواقف وكتر السيره مش حلوه. خطوه خطيبك كان بياخد وقت كبير من اليوم بتاعك، تبقى تزاولي نفسك وتشغلي الوقت. اشتغلي، اقري، اتعلمي هوايه، اعملي اي حاجه جديده في حياتك، شوفي نفسك كويس من منطلق تاني. خامس واخر خطوه والصحاب القريبين دورهم دلوقتي لازم يقفوا معاكي. المهم اوعي تنعزلي عنهم واحتكي بالناس. خليكم فاكرين والله 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 ربنا ما بيجيب الا الخير، وربنا يبعت لكل واحد اللي شبهه ان شاء الله.